أسوأ أنواع العقاب للأطفال وغير الضرب: حبس الطفل في أوضة ضلمة لأي فترة، سواء كانت فترة طويلة أو فترة حتى قصيرة. انتم عارفين وواعيين انتوا بتعملوا ايه في أطفالكوا دلوقتي؟ انتم للأسف بتعلموه الخوف والفزع، وكمان ممكن ما يعرفش ينام بالليل، وكمان بتدربوه على التبول اللا إرادي وانتم مش حاسين. ده غير كمان ان الطفل ممكن يكتسب بعض سلوكيات سيئة زي قضم الأظافر وشد شعره، وبتخلوه متوتر طول الوقت وملهوش أي شخصية ولا أي رأي، وكمان جبان ومعندهوش ثقة في نفسه، ودايما عنده تشتت في الانتباه والدراسة. ده الكارثة كمان والأسوأ من العقاب نفسه هو التهديد بالعقاب. انتم عارفين يعني ايه طفل قاعد منتظر العقاب؟ انتم عارفين ايه اللي بيدور في دماغ الطفل في الوقت ده؟ انتم عارفين لو أطفالكم من الأطفال الحساسة ممكن يحصل لها ايه؟ لازم كل ده يقف فورا، وتبطلوا تتعاملوا مع الطفل بالطريقة دي، ومش عشان انت مامته او انت باباه يبقى ليكم الحق انكم تتصرفوا معاه كده. وبرضه احنا مش هنسيب الطفل يعمل اللي هو عاوزه من غير ما نعلمه الصح من الغلط، لكن بطرق واساليب تانية. انا ضد العقاب لكن مش ضد تحمل العواقب. وخدوا بالكوا دايما ان العقاب عمره ما بيعدل سلوك طفل، لكن تحمل العواقب بيخلي الطفل يفهم ان السبب في ألمه وحرمانه دلوقتي هو السلوك اللي عمله، مش مامته ولا باباه.